كنت أتكلم قبل الحلقة مع محمد السهلاوي، اتصلت عليه والحقيقة طمنا وقال إنه الطبيب اللي كشف عليه الكشف المبدئي كان خايف إنه يكون في أي كسر في العظم، والحمد لله ما في أي كسر. في تورم بسيط، مبدئيا قد يحتاج إلى 10 أيام مبدئيا، لكن في بكرة الكشف النهائي بالأشعة على الأربطة، لأنه في تورم يبغون يتاكدون من اربطه القدم انه ما فيها اي مشاكل. لكن اولويه الطبيب كانت اليوم على عظمه او العظم، وتاكد انه ما في مشاكل. بكره بشكل نهائي راح يبين اذا كان في مشكله في الاربطه ولا لا. محمد حسيت يعني نفسيته مش متاثر كثير، مش خايف، يعني كانه الدكتور اعطى له شويه تطمينات، يسلم على كل محبي ومتابعي وقال انا ما حقدر اتداخل، لكن ارجو انك تنقل تحياتي ومحبتي لكل المتابعين، والجمهور النصر يبارك لهم بالفوز. قال انه هذا هو الكشف اللي صار، بكره بشكل نهائي راح يبين، واحنا حنتابع الموضوع مع الكابتن محمد السهلاوي.